أهلا بكم في رحلة إلى قلب المغرب النابض، الدار البيضاء. هذه ليست مجرد مدينة، بل هي لوحة فنية تجمع بين أصالة الماضي وحداثة المستقبل. من أزقتها العتيقة التي تروي حكايات قرون مضت إلى أبراجها الشاهقة التي تعانق السماء، كازابلانكا هي مدينة المفارقات الساحرة. دعونا نبدأ من حيث بدأت القصة في المدينة القديمة. هنا بين الأسوار التاريخية والأسواق الصاخبة تشعر وكأن الزمن قد توقف. كل زاوية تحمل أثراً من الحضارات التي مرت من هنا، من الفينيقيين والبربر إلى البرتغاليين والفرنسيين. هذا المزيج الفريد هو ما منح الدار البيضاء هويتها المتفردة. وعندما نتحدث عن الدار البيضاء، لا يمكننا أن نغفل عن تحفتها المعمارية، مسجد الحسن الثاني. هذا الصرح العظيم الذي يطفو جزء منه فوق مياه المحيط الأطلسي ليس مجرد مكان للعبادة، بل هو رمز للإبداع والفن المغربي الأصيل. مئذنته الشاهقة وزخارفه الدقيقة تجعله واحداً من أروع المعالم في العالم. لكن الدار البيضاء ليست مجرد تاريخ، إنها مدينة تتجدد باستمرار. حي المعاريف وحي أنفة يعكسان الوجه العصري للمدينة، بمقاهيهما الفاخرة ومتاجرهما العالمية وحياة الليل الصاخبة. هنا يلتقي الشباب ويصنعون مستقبل المدينة مع الحفاظ على جذورهم الثقافية. إنها مدينة توازن ببراعة بين التقاليد والحداثة، من شاطئ عين الذئاب الذي يعج بالحياة إلى الأسواق الشعبية التي تفوح منها رائحة التوابل والأطايب المغربية. الدار البيضاء تقدم تجربة حسية متكاملة. يمكنك أن تتذوق الطاجين التقليدي في مطعم شعبي، ثم تنتقل لتناول قهوتك في مقهى عصري يطل على المحيط. الدار البيضاء هي أكثر من مجرد وجهة سياحية، إنها روح المغرب الحديث، مدينة منفتحة، ديناميكية ومليئة بالحياة. هي قصة نجاح ملهمة لمجتمع يعتز بماضيه ويتطلع بثقة نحو المستقبل. شكراً لمتابعتكم لهذه الرحلة السريعة في الدار البيضاء. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من القصص الرائعة حول مدن العالم. إلى اللقاء في مغامرة جديدة.